السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب، وربنا يجعلها ايام خير علينا جميعا يا رب العالمين. عايزة اقول لكم بقى ايه، بصوا انا بدأت معاكم من الاخر. عارفين يعني ايه بدأت معاكم من الاخر؟ اقول لكم يعني ايه. بصوا بقى، انا كنت اصلا مخلصه الشقه خالص، اللي هو كانت فاضله على التاتش الاخير. قلت اصوره معاكم عشان اوريكم بقى كده وانا فرشت حاجات رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. يعني عايزه اقول لكم بيبقى ليها بهجه. انا مش بعمل حاجات كتير، يعني اللي هو مش من الناس اللي بتعمل اللي هو ايه، يعني عايزه اقول لكم مهرجان. يعني بحط حاجات بسيطه كده يعني تخلي برضو الشكل كويس، وفي نفس الوقت ما تبقاش حاجات كتيرة. تعالوا بس نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا أنا طبعا كنت مسحة الركنة وغسلة الستاير وعلقتها، كنت مسحة الأرضيات كمان. يعني بصوا ملمعة كل حاجة حرفيا، مش مخلية أي حاجة خلاص. اللي هو كنت واقفة بس على إني أحط السجاد وأرتب كل حاجة مكانها، مش أكتر من كده. اللي هو كان حتى الارضيه انا كنت مسحاها، ما كانش فاضل اي حاجه غير زي ما بقول لكم احط اعلق التعليق زي ما بيقولوا. فهنا بصوا انا ما كنتش جايبه حاجه خالص السنه دي، ما نزلتش اصلا ولا اعرف اي حاجه عن قصص اللي هو ايه زينه رمضان ولا الكلام ده كله. ما جبتش غير حاجه واحده اوريها لكم في الاخر، انما كل الحاجات دي اصلا كانت عندي. فما نزلتش، ما كانش في فرصة انزل، وما جبتش اي حاجة جديدة. فقلت بقى خلاص همشي نفسي بالحاجات اللي موجودة عندي. وعندي اصلا انوار حاجات كتيرة قوي بتنور كده، كنت جايباها السنة اللي فاتت واللي قبلها. فكل ما بنخلص بنشيلهم، فموجودين كل الفوانيس والحاجات اللي انتوا شايفينها اللي بتنور دي. فهنعمل كده شكل بسيط. بصوا المفارش دي طبعا ما عنديش ترابيزات يتحط عليها المفارش دي، فحطيتهم كده على الركنة زي ما انتوا شايفين. وعلى فكرة من اكتر الحاجات بجد اللي بتدي، بصوا ده انا كنت بجرب، يعني اللي انا كل ما اطلع واحد كده اجربه اشوفه شغال ولا لا. لقيت فيهم كام واحد مش شغالين، خلاص كده اللي هو سبتهم بقى ينفع، مش عارفة ينفعوا ولا لا. واخدت اللي بينفع تمام. حطيت واحد على الستارة وحطيت واحد تاني على بتاعة الورد اللي في الارض دي. كنت بصوا المفرش وقع. كنت عايزه اقول لكم ايه اكتر الحاجات اللي بتخليني بجد احس بجو رمضان او بزينه رمضان، هو مفارش الخياميه دي. يعني مهما يطلعوا حاجات جديده بحس ان المفارش دي هتفضل يعني هتفضل طول الوقت. هي يعني بالنسبه لي اكتر حاجه بتحسسني بزينه رمضان. هتقولوا عليا دقه قديمه، بس هقول لكم لا بجد والله اكتر حاجه، يمكن عشان احنا اتعودنا على الشكل ده. طبعا دلوقتي في حاجات كتيره قوي ترند والوانات والكلام ده كله، بس ما علينا. فرشت الاوضه زي ما انتم شايفين كده، اللي هو فرش بسيط. حطيت انوار على بتاعه الزرع الاخضر دي. بصوا ولادي بقى كانوا بيتفرجوا على ايه، على الحاجات اللي هيجيبوها، وكانوا فرحانين قوي برامز. مش عارفه ليه، اللي هو قعدوا يندهوا على بعض ويعملوا حاجات غريبه. رامز ايه يا جماعه، في ايه؟ ايه في ايه؟ مش عارفه والله، انا اتفاجعت اصلا من اللي هم بيعملوه. ربنا يهديهم. وبصوا هنا بقى حطيت بقى الفانوس ده بتاع كوكي، اصلا الفانوس بتاع مكة. انا عندي كمية فوانيس عبيطة، اللي هو كل سنة نجيب فوانيس ونركن جنب اخواتهم. عندي فوانيس كتيرة قوي. حطيت مبخرة. بصوا المبخرة الصغننة دي كده، دي على شكل كعبة. حلوة قوي شكلها صغنن كده. وانا مش عايزة احط حاجات ياما على الترابيزة دي بالذات، لان قعدتنا كلها هنا، فاي حاجة هحطها هنا الولاد هيشيلوها. فما بحطش عليها حاجه. فقلت بس خلي المبخره دي لو حطيت بخور الصبح او اي حاجه، يعني كل مكان في الشقه بحط فيه مبخره، عشان لو ان انا حابه احط بخور. بصوا خلصنا الاوضه دي تمام كده. وزي ما قلت لكم انا عامله ايه كله في الفينش الاخير. هنا الستاره برضو كانت اتعلقت وظبطتها وكل حاجه، بس يعني من حين لاخر هتلاقوني بغير شكل الستاره. النزلات اللي بره بس، اللي هو مره بتلاقوني بعملها كده في الجناب، مره في النص، ومره نزلتين كده في الجناب من غير ما اعمل لهم اي رباط او حاجه. هنا برضو كنت مسحت الانتريه وحطيت عليه مفرش كده على الانتريه كسوه، يعني علشان يعني ما اقولكوش ولادي بيعملوا فيه ايه. بس الحمد لله هنا احنا ما بقيناش نقعد، فبتلاقي دايما الاوضه دي مترتبه. فوانا بعمل انا عندي ستاره كده شبه الخياميه، فجات لي فكره كده هوريها لكم دلوقتي. مش عارفه هي ممكن تكون بالنسبه للناس مش احسن حاجه، بس عجبتني يعني. فهنا حطيت الخداديات دي برضو مكتوب عليها رمضان كريم والحاجات دي، هم قطيفه. حطيت 2 بس وسبت الفرو زي ما هما.
لاني ما عنديش اللي هم الطوال بتوع الفرو دول، ما ينفعش يتحط عليهم حاجه. بصوا بقى هنا شايفين اللي هي بتاعت الخياميه الحمراء دي اصلا كانت ستاره، عايزه اقول لكم ستاره، وكانت مفتوحه، كانت نزلات كده وبتحط مثلا على شباك مطبخ حاجه كده، يعني لو انت حابه تحطيها على شباك ولا حاجه. فدي بقى اللي هو ايه، طب انا اقصها، كنت هقصها بصراحه واحطها زي مفارش كده، بس لقيتها لا، اللي هو هعمل بيها حاجه احسن. المهم هنا بحط بقى المفرق اللي اسمها ايه، الخضوديه التانية. بصوا هقول لكم على حاجه، انا طبعا زي ما انتم شايفين كده كنت شلت الانتريه ومسحت وغسلت البلكونات كلها والشبابيك وكل الحاجات ده، طبعا كان بالنهار. انما بالليل بقى قلت ايه، ادي التاتش الاخير. ده مفرش كده كبير وعليه كلمه رمضان كريم، بس بصراحه لقيته لا شكله مش حلو، فانا ما فرشتوش اصلا خالص. كنت خلصت كل الحاجات اللي هو، وحتى الاوض اصلا كنت فرشاها من قبلها بيوم، اوض الغرف بتاعه النوم كانش فاضل غير الريسبشن ان انا احط بس فيه التاتش الاخير كده زي ما انتم شايفين، بس ما رضيتش اطول عليكم. هنا بقى حطيت، بصوا بقى انا كنت بفصل ليه، لاني ما اقدرش اطلع على السلم ده حاليا يعني، فزوجي الله يرضيه الصحه هو اللي كان بيطلع يعلق لي كل الحاجات اللي فيها انوار دي، لان كان بيجيب السلم وكده ويطلع عليه، فعشان كده كنت بفصل معاكم، وبتلاقوا الحاجه كده اللي هي ايه اشتغلت مره واحده. طيب بصوا بقى، خدت المفرش عملت بيه ايه، عملت بيه زي خيمة كده من بتوع رمضان، وحطيت جواها، كان عندي مصحف، والمصحف ده كان محطوط يعني جوه كعبة، الكفر بتاع المصحف ده على شكل كعبة، فحطيته جوه الخيامية دي، وحطيت كده فانوس على الارض. الفانوس ده كنت جايباه من ايكيا برضو، حلو جدا، بحط جواه شمعة من المضيئة دي، وادي الشكل. وحطيت طبعا على الخيمة دي حطيت بتاعة نور كده، اللي هو فرع برضو من نور، كله فوانيس. تمام، ادي شكل الاوضه. بصوا هتلاقوا ما فيهاش حاجات كتير زي ما قلت لكم. المصحف طبعا اللي بنقرا فيه، السبحه، الحاجات بتاعتنا ايه اللي احنا بنستخدمها يوميا محطوطه على الترابيزه. هنا زي ما قلت لكم شايفين الشكل كده من جوه، ممكن تكون مش واضحه قوي، مش عارفه هقرب ولا لا. ودي ستاره كده من النور. بصراحه الستاره دي بحسها بتدي شكل حلو قوي. بصوا ده كده شكل الكعبه من جوه، اللي هو الشكل الخيمة من جوه فيها كعب. تقريبا 3/4 الفوانيس اللي في الشقة دي بتاعت مكة. انا ماليش غير فانوس واحد شفته انا، يعني ما عدا طبعا اللي هو الابيض بتاع ايكيا ده، انا كنت جايباه هنا ديكور للشقة. انما الفوانيس العادية دي كلها كانت تقريبا بتاعت مكة، وانا ماليش غير واحد بس. هنا كده شكل الأوضة خلاص الحمد لله، بصوا قمة الراحة النفسية. طب ليه أنا مش بفرش كده؟ طبعا فرش الكلام ده كله امبارح، يعني الفيديو ده هينزل لكم هيكون بقاله يوم أو يومين، إن أنا فرشة الديكور ده، بس مش بفرش قبلها بأسبوع. مش بصراحة مش من الناس اللي بحب اللي هو أقعد فترة كده حاسة إن أنا الحاجة هتقدم، لا أنا عايزة يعني هلة رمضان علينا تبقى بجد ايه، اللي هو كل حاجة كده تحسسك بان هو ده اول يوم رمضان. فاهمين قصدي؟ مش بحب اعمل الحاجات دي من بدري قوي، بحس لا ان هي كل حاجة في وقتها بتبقى احلى. برضو من الناس اللي ما بحبش افرش للعيد من قبلها مثلا بفترة، بحب اللي هو افرش يعني قبل الوقفة بيوم او يوم الوقفة بالكتير خالص، انما قبلها باسبوع وب10 ايام والكلام ده لا مش بحب كده. فطبعا انتي بتعملي، انا ممكن اكون منفضة ومخلصة، بس بحب ان هو احط التاتشات الاخيرة دي في اخر وقت. بصوا بقى جبت الفرع اللي فوق ده الحاجات، ده من الحاجات اللي انا جبتها، اللي هو انا اصلا كنت نازله اشتري شويه حاجات كده، بجيب طلبات للبيت، فجبت معايا الفرع اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو المثلثات اللي هي بتاعت اللي لونها احمر دي. هفرش بقى المفرش ده برضو عليه خيمية رمضان كده. بصوا انا قاعده حرفيا كل 3 دقايق صاروخ يتفرقع تحت البلكونه، فمش عارفه في ايه، ربنا يهديهم الولاد، حاجه صعبه خالص في رمضان. طبعا هو ده حاجات بتفرحهم، بس والله انا يعني من الحاجات دي انا بترعب منها، ربنا يكفيهم شر بلاوي الدنيا يا رب. برضو هنا حطيت كده على المصحف او الحامل بتاع المصحف، حطيت عليه فوانيس،
ودي كده الشكل بتاع الصالة او الريسبشن بعد ما خلص. بصوا مش هتلاقوا حاجات كتير، بس يعني ايه اللي هو حاجة خفيفة كده. هبدأ بقى ايه احط معطر كده. بصوا بقى عشان المعطر يثبت او ريحة الشقة عندك تفضل متعطرة كده، حاولي ترشي على الحاجة اللي محطوطة. يعني مثلا لو ستاير، مفارش، خدوديات، على الانتريه نفسه، على المخدات، الريحة بتثبت اطول وقت ممكن من المعطر اللي انتي بتحطيه. ده انا قلت لكم على ريحته قبل كده، بصراحة بتعجبني قوي، هو فريدة بريحة الارابيسك. خلص بقى رش. بصوا بقى انا كنت كده اصلا، يعني انا كنت بخلص بالليل وبالليل متأخر كمان، فخلصت المطبخ اللي هو كان الوقت خلاص يعني مفيش وقت، فدخلت نمت. ولما صحيت صورت لكم المقطع الاخير ده، لاني ما صورتش خالص وانا بعمل في المطبخ حاجه. بصوا بقى القله، شايفين القله الصغننه دي اللي انا جايباها، هي والبتاع اللي انا كنت حاطاه الفرع الاحمر ده، ودي كلمه رمضان كريم بس مش عايزه تثبت يعني. ما حطيتش هنا، كان فرع النور اللي بيتحط هنا للاسف باظ، فما حطيتش حاجه في الجنب ده، بس هتصرف له يعني. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حبيت كده ايه احسسكم معايا باجواء رمضان في التاتش الاخير بس مش كل اليوم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم بقى في رعاية الله. ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واسيبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.